يا صباح الخير او مساء الخير حسب ما بتشوفي الفيديو دلوقتي. جايه لكم النهارده في فيديو جديد هننضف مع بعض الشفاط. بس قبل ما اقول لكم انا رجعت الشفاط جديد وبيبرق ازاي كده من النظافه، تعالوا نصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وكمان ما تنسيش تحطي لي اللايك وتعملي اشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. يلا بينا نبتدي الفيديو واوريكي انا نضفت الشفاط ازاي. بصوا بقى هنا كانت كمية الدهون صعبة جدا على الشفاط. طبعا هو عشان لونه بني غامق يعني فمش باين فيه قوي، بس هي فعلا كانت كمية كبيرة جدا من الدهون. بحاول اوريهولكوا كده في الإضاءة. شايفين كمان المروحة بتاعته كانت مليانة دهون كتيرة قوي. بس انا بقى هوريكم ان شاء الله هننضفه ازاي بكل سهولة وبدون اي مجهود وتعب. تعالوا كده اعرفكم على المنتج اللي انا بنضف بيه يعني. ده اسمه مستر شاهين. انا بحس المنتج ده مهدور حقه. ب12 جنيه، مش غالي، هو تقريبا من 12 ل15 جنيه، مش هيزيد عن كده يعني. يا دوبك بس انتي بترشيه على اي دهون عندك، سواء بقى الشفاط، سواء في دهون على السيراميك بتاع الحيطة المطبخ. بيخلي الدهون تدوب دوب كده زي ما انتوا شايفين. انا في طريقتين هوريهولكوا تعملوا بيه يعني. يا اما تحطي مستر شاهين في بخاخ زي كده وترشي كده على الدهون كلها وتسيبيه بقى لمدة ساعتين او اكتر. ويا ريت اكتر عشان يبقى ساعة ما بتيجي تدعكيه او تغسليه يطلع معاكي بكل سهولة. يا اما بقى بتجيبي الازازة كده نفسها وتروحي حطاها على سلكة ناعمة وتروحي بقى ايه ماشية كده على الدهون. يعني كأنك بتدعكيها كده بالراحة عشان تتغلغل جوه الشبك اللي موجود قدامنا ده. عايزة بس اوصل لكم المعلومة عشان تفهموني اكتر يعني. هنا كنت بفك كده القطعة التانية، هفكها كده وارجع لكم تاني. خلاص فكيتها، بوريكم برضو القطعة دي كانت مليانة دهون برضو من جوه. برضو تروحي عاملاها كده. بس لو حبيتي الطريقة الاولانية ان انتي تحطيه في بخاخ وترشي، اهم حاجة وانتي بقى بترشي كده لازم تكوني لابسة كمامة. ضروري جدا لازم تلبسي كمامة، لان هو بيعمل برضو كده زي ممكن يسبب لك كحة او اي حاجة. هسيبه بقى كده شوية بعد ما رشيته وهرجع لكم تاني. بص هو مجرد ان انا بس رشيت عليه وسبته شوية، شايفين كمية الدهون ساحت ازاي، نازلة كلها كده على حوض المطبخ. بيطلع بكل سهولة. طبعا انا بس كانت مشكلتي ان انا كنت مستعجلة فما قعدتهوش كتير يعني، عشان كنت نازلة وكده فكنت مستعجلة عليه. بس انتي طبعا لو ما وراكيش حاجة سيبيه فترة طويلة يعني، فهتلاقيه بسرعة جدا بيطلع. طبعا انا بوريكم اهو وانا بدعك بس بالراحة كده الدهون بتطلع. شايفين؟ ومنتج مش مكلف بصراحة، انا شايفاه يعني اقتصادي جدا، بيعمل الحاجة بصراحة على اكمل وجه. شايفين الفرق؟ الدهون بتتزحلق كده من عليه. طبعا انا حابه اشكركم جدا على التفاعل الكبير اللي انتوا عملتوه على الفيديو اللي فات، فيديو الحوامل. ويا ريت اللي ما شافوش يخش يشوفه. الطريقه ان شاء الله هتعجبكم جدا وهتستسهلوا بعد كده ان انتوا تنضفوا الحوامل بتاعه البوتاجاز ومش هتشيلوا لها هم بعد كده. هنا كنت بوريكم طبعا الفرق ما بين الحته اللي فيها دهون والحته اللي ما فيهاش. دي بقى وش المروحه. بصوا بكل سهوله انا بدعك خلاص الدهون راحت. ما تاخدوش بالكم بقى من الايد اللي بتعدي كده في الفيديو. زي ما انتوا شايفين بقت بتبرق وبتلمع اهي. هسيبها بس كده. المروحة بقى بصراحة جيت اعملها لان ما كنتش رشاها كويس، فكنت شايفة ان الدهون لسه ما فكتش منها. رحت انا رشاها تاني وسبتها، وقلت بقى ايه ابتدي ان انا اغسل الحاجات اللي ايه خلاص دي خلصت، فقلت اغسلها بقى كده التلميعة الاخيرة.
مهما سبتي الشفاط مثلا فترة ما كنتيش قادرة تعمليه، مكسلة كده زي حالاتي، بصراحة هو بيخلي الموضوع سهل جدا معاكي وبتنضفيه بكل اريحية. بصراحة يعني منتج حلو جدا، وانا قلت بصراحة لازم افيدكوا بيه، يعني لو هو حد مثلا فيكم ما يعرفوش. احسن من منتجات كتيرة بتبقى غالية وما بتعملش نفس النتيجة. هنا بقى الشبكة دي، طبعا الشبكة دي عامة بتبقى القطعة الصعبة جدا في الشفاط يعني، عشان طبعا بتبقى في دهون ما بين السيور دي، فبتاخد وقت جدا. بس انا بصراحة لما لقيت ان الليفة دي مش عاملة معاها حاجة، جبت سلكة ستانلس ودعكتها بيها كويس قوي، نطفت وبقت زي الفل. اهو شايفين من جوه ومن بره كده. ابتديت ان انضفه واخليه كده ايه، زي ما انتوا شايفين. طبعا انتي زي ما قلتلك، لو ما وراكيش اي حاجه ومش نازله زي كده، سيبيه براحته جدا، منقوع في مستر شاهين كده، وفي الاخر هتيجي تغسليه هتلاقيه بيطلع معاكي بكل سهوله. هنا بقى كانت المروحه تقريبا عاملاها معايا مش عارفه ليه، عشان كنت مستعجله طبعا، فقلت لا ما بديهاش بقى ان انا ارش عليها تاني واسيبها برضو شويه، قلت اسيبها لاخر لحظه يعني. اهو زي ما انتوا شايفين كده، رشيت تاني عليها وسبتها بقى. واللي وصل معايا لحد دلوقتي ما ينساش بقى اللايك والاشتراك، وكمان يفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. زي ما انتوا شايفين انا نضفتها اهو. جبت السلكة اللي استلت زي ما قلت لكم، ودعكتها، مجرد بس ما دعكتها وسبتها شوية خلاص طلعت ونطفت وبقت زي الفل. تاخدي كده كمان الجوانب السيور اللي هي، بس خلي بالك وانت بتغسليها، لان هي بتبقى خفيفة جدا، فتمسكي كده قطعة قطعة من المروحة بالراحة عشان ما تتكسرش منك، لان طبعا كان عندي الشفاط القديم كل ما امسك واحدة الاقيها اتكسرت. اهو زي ما انتوا شايفين المروحة بقت زي الفل اهي. هوريكم بقى كده بعد ما اشطفوا هيبقى شكله النهائي عامل ازاي، وما خدش مننا بجد فعلا مجهود ولا اي حاجة، مجرد ان احنا نقعناه بس كده وسبناه وجينا ردعكناه تاني. وده كده الشكل النهائي للشفاط بتاعي، رجع جديد زي ما انتوا شايفين. وده الفيديو بتاعي بتاع النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا منه ولو بحاجة بسيطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.